أوسوريو يمنح الزمالك الضوء الأخضر لإعارة هذا الثلاثي. مصدر من داخل نادي الزمالك تحدث خلال تصريحاته الأخيرة على تفكير الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء في ملف إعارة بعض اللاعبين خلال الموسم القادم، حيث أشار المصدر من داخل الزمالك وخلال هذه التصريحات أن المدرب الكولومبي قرر قيد الثلاثي محمد خضري وكريم عبد الحق ومصطفى شكري، هؤلاء اللاعبين مواليد 2001، وذلك في قائمة الزمالك للموسم القادم، مع منح الضوء الأخضر للإدارة من أجل إعارة هذا الثلاثي لحصولهم على فرصة المشاركة ومنحهم المزيد من الخبرات، حيث يتواجد اللاعب محمد خضري في القائمة الأولى بسبب تواجد عقد له مع القلعة البيضاء، أما الثنائي كريم عبد الحق ومصطفى شكري سوف يتم قيدهم في القائمة الثانية بعد توقيع عقود جديدة وعقب حل أزمة إيقاف القيد. كما وافق أوسوريو أيضا على إعارة بعض الشباب من مواليد 2003 بشرط تواجد عروض مناسبة لهؤلاء من أجل الظهور والتألق خلال الفترة القادمة.